انتم خذوا راحتكم. لا اسمعني، انت خذ راحتك في الكلام، بس انا ما احب التدخلات اللي ثلاثه ضد واحد. لا مش تدخل كابتن، هو يقول حاجه احنا ما نحبهاش. لا على اساس انتم ونحن، من نحن ومن انتم، عشان بس نحن عرب. ما فهمتني الله يسلمك. اول شيء احمد انتم انا معاكم. انت قصدي على اوروبا. احنا ان شاء الله حنفوز عليك يوم الجمعه ان شاء الله 5-0 المغرب لليوم. السلطنه صاحبي انا سيقال المغرب ما ايه علمك سيقال المغرب علشان انا مش عارف هو قصده انا انت. لا لحظه انتوا قصدك ايش؟ ان افرق بين العرب ولا لا مش فرق بين العرب. اقسم بالله انا ما عندي. اقسم بالله في المغرب كل بيتابع البطوله السعوديه والبطوله القطريه في الدوري القطري. انت قصدك انت ايش قلت انتوا انا بفرق بينكم. قبيله قلت لنا انا والزميل التونسي انتم في لا الكوره مش تفريق عربي. لا انت قومي انا اكثر منك قوميه. لكن قصدي على التطوير بس. لا خالد لا يفكرنا. لا اوكي صافي فهمت. لا باللهجات، بس باللهجات يعني باللهجات. يعني هسه مثلا الكابتن يقول له يا ولدي، احنا انا بالعرب يا ولدي يعني شنو ممكن انك تختلف يعني فرق بس اللهجات. هو بس نحط النقاط على بجيك علي ابن الشيخ. حاضر. حقوا لي حلقي هذول عندهم وطنيه يا اخي. انت مشهور في المغرب في المجلس. هو في الاخر المغرب. هو في الاخر الاختلاف لا يفسد له القضيه. والله انا معاكم بس قصدي اوروبا فادتكم اكثر. لا تقول احنا فدنا انفسنا. احنا الناس نشتغل على احنا فدنا انفسنا. الدوري الفرنسي ما في واحد الدوري الفرنسي احنا مين بيشتغل في الدوري الفرنسي؟ لاعبين توانسه جزائريين ومغاربه. المنتخب الفرنسي كله مشارك اخيرا 8 لاعبين من افريقيا. مدرب اللياقه في تونس توا اللي موجود مع المنتخب كان في لانس الفرنسي، جبناه من لانس الفرنسي. هو تونسي. عندنا تقاطف في اوروبا. انا عن نفسي كصحفي او مذيع افتخر لما شاهد المنتخب المغربي والتونسي والجزائري، مش على المستوى الاول والله، حتى على مستوى الشباب والناشئين فخورين جدا الحقيقه، يعني هذه ما فيها نقاش. وارجع واقول مره ثانيه، انتم هنا خذوا راحتكم في الحديث، بس التداخلات انا هذه يعني على اساس الناس يسمعونكم لا اكثر ولا اقل، توصل معلومه. وين يسمعونا ولا ما سمعونا؟ تخليت بس معلومه لو سمحت دقيقه، عندي ريال صار له ساعه بيتكلم. خالد هم كلهم اتهام على اتهام. انت بعد اتهمتهم؟ لا انا ما اتهمت، قلت لهم انا بمختصر فيه انه التجربه اخذتوها من اوروبا واوروبا احتكت. هم اقحموك بالافكار وبديتوا تشتغلوا صح. هذا هم لا انا فكرني ضدهم. بس انا بقول شغله، انا لما اروح اوروبا اليوم اشوف دخلني في الملوك ودخلني ما اعرف ما خلاها. اوكي انا لما اروح المغرب اروح اوروبا حقيقه ترى اشوف المغرب العربي هم مسيطرين على الوضع، تبي الدكاتره، تبي المهندسين، تبي الاداريين، تبي اللاعبين. حقيقه هذه حقيقه ترى. لا كم بمدحهم سنه عندك. موضوع اللغه كمان، موضوع اللغه الى دور. طلع على الشيخ. تفضل علي بن الشيخ. انا اسف محمد بجيكم بس واحد تفضل. شوف تكلم انت على كره اوروبيه وعندهم الاكاديميات وعندهم الاموال وعندهم الان تروح في فرنسا ما عندهم تقريبا ما عندهمش لاعبين فرنسيين، كلهم افارقه ومغاربه وجناس اخرين امريكا دي سود برازيل او ارجنتين، وراهم هنا لاعبين فرنسيين ما كاش وحده. ثانيا كي تتكلم على كره القدم اوروبيه، احنا المغرب العربي كيف الاموال ما كانوش، الامكانيات ما كانوش، ولكن لاعبين يخرجوا من الشوارع كما ارجنتين او البرازيل. لحقنا انت تتكلم على المانيا، مثال المانيا هي في اوروبا هي قوه كره القدم وايكونوميك تجاري فهمت كيف انت المانيا شحال من كوب دي موند دات كاس عالم وكذا، تلعب هي والنمسا زوج بلدان عظمات يتحاوروا على الجزائر باش ما تجوش. هذا عيب وعار في اوروبا. هادو كانوا يلعبوا كرة القدم ولا هما قويين، على يتفاهموا على الجزائر باش ما تجوش. هذه اثنين. انت تتكلم على اكاديميات وكذا، اوروبا كانت عندهم اكاديميات صح، ولكن الامريك دي سيد الارجنتين البرازيل لوريغوي كان عندهم اكاديميات ما عندهم والو. عندهم شوارع كوبا كابانا في الصابل ما يدربوا. نعم. ولكن لاعبين يخرجوا كانت عندهم أزينات تاع لاعبين البرازيل الارجنتين. الان نظرتك تغيرت حق الدوريات الخليجيه ولا ما زالت؟ حقيقه بصراحه. نعم
هل ما زالت فكرتك او نظرتك عن الدوريات الخليجيه انها دون المستوى، ولا تغيرت نظرتك الان؟ بصراحه انا صراحه انا اعرف، شوف انا اعرف عنك انت صريح الى ابعد درجه يعني. نصارح من اقوى الاعلاميين والصحفيين في الجزائر، فاعطني رايك الصريح ولماذا يعني. نعم، هي شوف نهضروا قبيله انت تكلمنا على لاعبين كي قلت انا لاعبين تاع الخليج ما يروحوش الخارج. قلت لي كاين هنا لاعبين عندهم مستوى ولكن عندهم امكانيات ما يخصهم والو كل شيء، دونك يقعدوا في بلدهم. نعم. لا، لازم يروح يجيب التجربه هذه، وهذيك التجربه من اوروبا مثال، ومن بعد باش يجي الفريق الوطني قطري او سعودي او اماراتي يجيب لهم حاجه جديده ويجيب لهم ان بلوس كما يقولوا. ولكن هنايا ما ناش نشوفوها احنا في الخارج، ما يحبوش يروحوا. صح عندهم امكانيات، عندهم ما يخصهم والو، ولكن لازم الثقافه تتبدل، العقليه الثقافه تتبدل. وين الدراري صغار كي يبداو ملي يبداو من الصغار ويدوا طالعين، لازم من تما الثقافه هذه تدخل لهم باش منا القدام يلحقوا 16 17. طموح الرياضي يا كابتن، طموح الرياضي. يعطيك صح باش. نعم محمد كان عندك تعليق. شوف ايوه انا اتكلم على نفس سؤالك، لانه الاخوان يعني اخذونا الى جانب بعيد عن نفس السؤال اللي نتكلم فيه. السؤال اللي سالته يا ابو جاسم هي موضوع الكره الافريقيه والكره الاسيويه. هذا السؤال اللي يمكن على مدى سنوات ودائما يتم النقاش حول الكره الاسيويه والكره الافريقيه. احنا لما نسال عن الكره الافريقيه، هل الافريقيا او قاره افريقيا خدمت الكره الافريقيه؟ لا. الكرة الأفريقية، لأنه احنا نتكلم مثل ما تكلم الزملاء على الإمكانات المادية البشرية، الملاعب، كل هذه ما هي متوفرة في قارة أفريقيا. إذن أروح مع أخ أحمد في جزئية أنه الحاجة أحيانا تصنع المعجزات. ذكرت نقطة والحبيب أيضا ذكر نقطة اللي هي أنه الآن تمارس الكرة في كل مكان في الأحياء. الآن تبحث في المجتمعات الخليجية ما في أحد يمارس الكرة، ذهبوا إلى مستوى من الرفاهية أني ألعب البلاي ستيشن أفضل من أني ألعب وأذهب إلى الملعب وأحفر في الصخر. لذلك الأحيان الحاجة تصنع المعجزات. لذلك اللي حصل في أفريقيا أنه هجرة نعم. وقد يكون يعني هجرة جماعية صنعت مواهب حقيقية في أوروبا، صنعت مواهب حقيقية. قد أستثني الجزئية اللي ذكرها حبيبنا في موضوع الأكاديمية في المغرب. الأكاديمية في المغرب حقيقة عمل كبير جدا، لكن برضو نسأل على كم مدى سنوات. لكن مثل ما نبدأ ونعيد ونزيد على موضوع الكرة الآسيوية والكرة الأفريقية، يعني أنا أعطيك مثال، مثلا اللاعبين السعوديين، في لاعبين سعوديين، اللاعب اسمه الجابر، هذا من أفضل المواهب في أوروبا الشرقية في آخر 2 أو 3 سنوات. تخيل مجرد ما بدأ يبرز ويثبت نفسه في أوروبا الشرقية جاء له عرض من أحد الأندية السعودية بقيمة 5 ملايين أو 10 ملايين، واللاعب لا يتجاوز 18 سنة أو 16 سنة. لذلك اضطر أنه يترك الاحتراف برا وعاد إلى السعودية، والآن له أكثر من سنة ما حد يشوفه بداخل الملعب. لذلك أحيانا هي الأمور المادية وانعدام الحافز وانعدام الطموح قد يقتل مثل هذا. تفضل. صحيح ما في إمكانيات دول أفريقيا بالنسبة للفرق العربية يعني. بس موضوع اللغة، هلا الموضوع اللي كانوا عم يحكوا فيه الشباب عم يتناقشوا فيه، يعني موضوع اللغة هو له دور كمان حتى يكونوا قراب من أوروبا. اللغة الفرنسية، تداولوا اللغة الفرنسية كمان أثرت بهذا الموضوع، يعني غير عن باقي العرب بالخليج مثلا أو نحن نطاقنا، يعني هذا الشيء أثر كتير. موضوع اللغة الفرنسية أو الإسبانية بالنسبة إنه احترافهم بالدول، يعني مثل ما حكوا تكونوا وين؟ بالأكاديميات المغربية أو التونسية، بس هن وين طوروا؟ وين نتائج التطوير؟ وين البنية التحتية اللي اشتغلوا فيها؟ مثلا أنت طلعت من عمر 10 سنين، بعد هال10 سنين 12 سنة و13 سنة و14 سنة، وين كنت أنت؟ ممكن رحت احترفت لحتى تطورت، لحتى صار في عندك إمكانيات. موضوع اللغة هو أنا برأيي عمل الدور وساعد تونس والمغرب إنه تصل لاعبينها يصلوا لأماكن كتير كبيرة بالاحتراف بالأندية الفرنسية والإسبانية. صحيح. على اللغة الإنجليزية في الخليج ما تطورش، ما تخليش أنهم يحترفوا. يعني انت ارتبط، ساعدت اللغه، ساعدت. لا، واحنا ما عندناش لاعبين فقط من طبيعه البلد والجزائر فقط في فرنسا واسبانيا. يعني انا المغرب لا يتكلم الاسبانيه، انا مثلا تونس لا تتكلم الاسبانيه، الجزائر لا تتكلم الاسبانيه، المانيا في كثير لاعبين يروحوا المانيا من تونس مشوا لالمانيا. هذا لازمك وحدك، هذا حاجات لازمك وحدك. انا رحت على لحظه كابتن، لازمك هذه حاجات وحدك. انت تحب انك تتعلم اللغه الالمانيه،
تروح اسبانيا تتعلم اللغه الاسبانيه. أنا هلا وين بتروح كنت لازمك تتعلم اللغه وتطور من نفسك. اشرف حكيمي في باريس سان جيرمان تعلم الفرنسيه. الفرنسيه كان في ريال مدريد بيتحدث بالاسبانيه. الان وين لما راح بداياتهم؟ باريس سان جيرمان بتلاقي اول نقله بيروح هو اللعيبه لعيبه شمال افريقيا بيروحوا على فرنسا مثلا، اول نقله بالنسبه لهم بيلعبوا سنه سنتين بيظهروا بيبينوا بعدين ممكن يروحوا لليفل اعلى. ايوه يعني هذا الشيء اللي شفته. انا رحت على مثلا على تونس بصراحه، يعني الاجواء وكذا تحس حالك عايش باوروبا. طبيعه البلد والاجواء وحتى حديث العالم وحتى اللغه دائما بتلاقي متداوله اللغه الفرنسيه دائما. بس ما فيش حاجه اصعب من انك تترك اهلك وتمشي تعيش في بلد اوروبا. ماك نفس الحضاره في بلدك تحكي بالعربي. هذيك المناطق اقرب بالنسبه لنا. شوف اي انسان يحب يطور نفسه ويمشي ويصير نجم أكيد ويلعب أكيد. في الاكبر الانديه الاوروبيه، فما تضحيات لازمك تتعدى بها. هذا لا شك ولا اختلاف فيه. الحافز والطموح. فما حاجات تترك الاهل وتمشي تتعلم اللغه، تشتغل، تدخل في الثقافه نتاعهم، تطور من نفسك عشان توصل وتولي نجم كبير. انتوا اقرب. انا شاكر مانيش عارف، انا عندي زوز رجلين، انت عندك زوز، يعني كلنا انا يدين انت عندك يدين، انا عندي راس انت عندك راس. هذه اما انا ممكن شغال اكثر منك، ممكن انا نخدم اكثر منك، بتفكر اكثر منك. منفكر اكثر. انت ممكن تمشي. المصريين يتعب شويه. المصريين باش نقول لك ليش ما باش نقول لك يتعب يمشي. ما في فما لاعب اهلي الزمالك انديه قويه. عمرو زكي مثلا. لا احنا بص الكوره ممكن تعوضها الحاجات اللي هي ديت، ممكن تعوضها. لا ما روح. احنا 2006 و2008 و2010 2006 و8 و10 ونهائي 17 ونهائي 21 على فكره هو بلعيبه 90% مصريين بيلعبوا في الدوري المحلي اهلي وزمالك. انت كنت حسن شحاته 3 بطولات ولكن في قلب في روح. وصلت احسن لاعب بافريقيا بس 2005 2006 تمام. ليش ما طلعت احترفت باوروبا؟ عارف ليه؟ لان انا تفكيري كان تفكير عقيم. انا تفكير عقيم. لعبت سنه في السعوديه وسنه في قطر، حاسس ان انا مش بتاع سفر. لا انا عايز انا ارجع بكل صراحه. دماغي مش محمد صلاح. هل هذا تفكير صح؟ مادة ولا هل هذا تفكير صح؟ انت لاعب يبدا عندك امكانيات وتحب تقعد في بلدك وتنسى انك ما تصير نجم وتلعب في نوادي كبيره. تفكير غلط. هذا علاش احنا العرب لازم نطور شوي من انفسنا، نطور حتى في المخ، نطور. عندنا الامكانيات بس لازم نطور شوي نمشي نروح نلعب في فريق في اوروبا، ما نرجع يا كابتن انا تعديت بها المرحله. بس الموضوع مرتبط بالعقليه. هي مرتبطه بمشكل عقلي. تماما محمد. تماما. اقول يا كابتن مهما كان الحافز اللي تتكلم عليه صحيح، مهما كان الحافز والطموح، لكن تاكد ان كل هذه الامور امام المال تسقط. اذا وجد المال تسقط. لا فما لاعبين في تونس جاهم عروض مغريه في الخليج وراحوا اوروبا باقل فلوس بعد ما تشبعوا. ممكن تشبعوا اوروبيا. لا ما تشبعش اوروبا. كان في تونس جاء فريق من الخليج وجاء فريق من اوروبا، هذا فيه برشا فلوس وهذا فيه شويه فلوس. خير الطموح الرياضي على المال. صغير بالعمر شوي، صغير بالعمر ممكن. يا علي انا قلت لك صارت لي انا في الجزائر ما كنا نلعبوا بدون فلوس، ما كانش الفلوس، كنا اماتور، ما كانش الفلوس. في الامارات عطاوني كما نقول لك فلوس كثيره، ولكن شفت المستوى بعيد، كانوا هذاك وين بداو بعيد. اخترت ان نولي الجزائر لان نحب نلعب كره القدم. بس انت يعني اسمح لي، انت شخص وليس مش يعني الامثله اللي تقعد تعطونا اياها صحيح ان هناك من يرفض الاحتراف في الخليج او حتى في بعض الانديه، ولكن مش الكل، يعني ما نعمم الفكره. هناك البعض خلينا نقول البعض يقول لك يعني الان احمد عزام شو يقول لك؟ يقول لك اللاعب الصغير طبيعي يقول لك انا اذا رحت اوروبا قد حصل لي الامجاد والانديه الكبيره. اخر عمري بفكر انا بالماده بصير بشكل اكثر على المستوى عالميين، لاعبين عالميين يعني. ومش عيب هو خاطر اللاعب يعرف انه الخليج ما يروح ليه، يمشي حتى ما نجح في اوروبا بيرجع للخليج. هذه هي الامكانيات الماديه. شوف الامكانيات الماديه ما تخليش لاعب الخليجي انه يمشي لاوروبا يحترف. لماذا؟ لان عنده كل الظروف، الامكانيات، ملاعب عملاقه، ظروف مواتيه، بنيه تحتيه رياضيه متكامله. طيب الخليج كله 3 دول، هي 3 دول، ما الخليج الثاني اقل. يعني مثلا عندك قطر والامارات السعوديه، اما الكويت وعمان والبحرين اقل، حتى الرواتب اقل، ملاعب اقل.
طيب اوكي هذا حقيقة عشان نعرف. اوكي بس نكتفي بهذا القدر. عندي جولة من المراسلين، خلينا نروح لهم ونشوف مراسليننا. فاصل ونرجع معاكم ونفتح معاكم ملف اليوم الأول لكأس العرب، مباراة تونس بكرة مع منتخب سوريا، وأيضا الافتتاح، وأيضا مباراة منتخبنا الوطني اللي راح يقابل المنتخب الفلسطيني.